واستكمالا لسلسلة أفلام عالم الشعوذة. النهاردة هنلخص الجزء الخامس منها. في بداية الحكاية بنشوف شخصيتين، روجر وكارولين. كانوا حاسين إنهم بدأوا أخيرا حياة جديدة. هما وبناتهم الخمسة نقلوا يعيشوا في بيت كبير جدا في حتة هادية ومعزولة، والبيت ده كان قديم بقاله حوالي 100 سنة، وشكل المكان كده لوحده يديك إحساس إنه شايل سر قديم. وجنب البيت ده كان في بركة، وجنبها شجرة ميتة من سنين طويلة، وكأنها بتحرس حاجة محدش يعرفها. ومن أول ما نقلوا حاجات غريبة بدأت تحصل. الساعة كل يوم كانت بتقف بالظبط عند 3 و7 الفجر، وكانوا بيسمعوا صوتيات مش معروف جاية منين. وأهل المنطقة بيقولوا إن البيت والأرض ده زمان كانوا ملجأ للشيطان، وعائلات كتيرة جت عاشت هنا، لكن ولا عيلة كملت. لكن بالنسبة لعيلة بيرون الكلام ده كله كان مجرد خرافات. والمشكلة بقى إنهم ما كانوش يعرفوا إن الأرض دي حصلت عليها حادثة شيطانية قديمة، وحكاية ملعونة مدفونة من سنين كتير. الفيلم ده مبني على قصة حقيقية وحصلت في بيت في أمريكا سنة 1971، والنهاردة بقى هنكشف القصة دي بالظبط. بس هنا بقى نرجع لسنة 1968، وبنشوف المحقق آد ولورين وران، ودول بقى متجوزين، وكان شغلهم إنهم يحققوا في الظواهر الخارقة. ومر عليهم عدد كبير جدا من الحوادث الغريبة، وطريقتهم كانت واضحة: يحققوا كويس، يجمعوا أدلة، وبعدها على طول يبلغوا الكنيسة، ولو الكنيسة وافقت وقتها بيتم طرد الروح الشريرة من الضحية. وده بقى كان نظام شغلهم. وبعدها سنة 1971 ظهر قدامهم لغز البيت الملعون اللي اشتريته عيلة بيرون. وهنا بقى القصة بتبدأ في يناير سنة 1971، لما روجر وكارولين اشتروا البيت القديم ده وعاشوا فيه مع بناتهم الخمسة، أندريا ونانسي وكريستين وسيندي وإبريل. وكمان كان معاهم كلبتهم المحبوبة اللي بيكون اسمها سادي. البيت كان واسع جدا، ومن بره كل حاجة تبان إنها مثالية، لكن من أول يوم بتحصل أول علامة مقلقة. الكلبة سادي كانت رافضة تدخل البيت تماما، ومهما حاولوا يشدوها لجوه كانت بترفض بعنف، وكأنها حاسة بحاجة هما مش شايفينها. وفي الوقت ده بقى كل العيلة كانت مشغولة بتنظيف البيت، وإبريل أصغر بنت فيهم لقيت لعبة ميوزك بوكس فيها مراية تحت شجرة جنب البركة، والبنات التانيين كانوا بيلعبوا جوه البيت لعبة الاستغمية. وهنا بقى أثناء اللعب لوح خشب معين اتكسر، فلما روجر بص عليه شك إن المكان ده ممكن يكون مخزن. وبالفعل لما كسر اللوح ظهر سلم نزل لتحت، فلما نزلوا اكتشفوا إن ده القبو بتاع البيت كان مقفول من سنين طويلة. ووقتها بقى فهموا إن البيت ده أكبر بكتير مما كانوا متخيلين. فروجر بيقرر إن اليوم اللي بعده لازم يستكشف البيت كله بالتفصيل. لكن السؤال هنا بقى اللي فضل معلق في دماغهم: ليه المكان ده كان مقفول بالشكل ده؟ وفي الليل الكلبة سادي فضلت تنبح بعنف من بره البيت، فحاولوا يدخلوها لكن مفيش فايدة. وكارولين كانت قلقانة جدا عليها، لكن روجر طمنها وقال لها إنه ربطها بره. لكن الصدمة كانت تاني يوم الصبح. كارولين صحت ولقيتها رجلها على مكدمات، ولما نزلت تحت لقيت النور منور عند باب القبو. روجر كان مركب لمبة هناك، وبدأ يشوف الحاجات القديمة اللي جوه. كان في أساس قديم وبيانو، وكان بيدور على تحف أو حاجات قديمة يبيعها ويكسب منها شوية فلوس. وفي المطبخ كارولين طلبت من إبريل تروح تدور على كلبة سادي، بس فجأة سمعوا صوت صرخة إبريل جاي من بره، فجريوا بسرعة. وهنا كانت الكارثة، لقوا الكلبة ميتة جنب البيت. وفي نفس الوقت تقريبا في بيت آد ولورين كان في صحفي رايح يقابل آد علشان يكتب مقال عن مجموعة الأغراض الملعونة اللي عنده. فآد قال له إن كل حاجة في الغرفة دي ملعونة، وحذره إنه ما يلمسش أي حاجة. وقال كمان إن في قسيس بيجي طهر الغرفة مرة كل شهر، وإلا العيلة نفسها ممكن يحصل لها أذى كبير. وبعدها بقى الصحفي كشف السبب الحقيقي لزيارته. هو كان جاي مخصوص علشان يشوف دمية أنابيل. فآد هنا شرح له إن أنابيل مش مجرد دمية، دي وسيلة لروح شيطانية. وفي الوقت ده جودي بنت آد كانت بتسمع الكلام من بعيد، ولما أبوها خد باله منها زعق لها وفكرها إنها ممنوع تماما تدخل الغرفة دي بالذات. وهنا بقى نرجع للبيت الملعون. وفي الليل الساعة وقفت تاني عند 3 و7 كل البيت كان نايم ما عدا روجر. وهنا كريستين حست إن حد شد رجلها، وفي الأول افتكرت إن أختها بتهزر معاها. وفي نفس الوقت كان في ريحة لحمة متعفنة بدأت تملى الغرفة والمكان. وتحت روجر سمع خبط على الباب فراح يفتح، لكن ما كانش في حد. وبعدها هو بيطمن على البنات شاف أندريا واقفة على السلم، فسألها: وانت لسه صاحية؟ وفجأة خدوا بالهم من سيندي كانت معروفة إنها بتمشي وهي نايمة، لكن الليلة دي كانت بتخبط راسها في الدولاب وهي نايمة، وده بقى عمره ما حصل. وفي نفس اليوم كارولين لاحظت علامة جديدة ظهرت على جسمها. وبعدها روجر اضطر يسافر المدينة، ولاحظت ما هو خارج من البيت حمامة وقعت ميتة قدام رجله مباشرة، ودي بقى كانت علامة تانية. وفي نفس اليوم إبريل كانت بتلعب في غرفتها وبتتكلم مع حد، ولما كارولين سألتها بتتكلم مع مين قالت لها: أنا بلعب مع ولد اسمه روري. وبكل براءة قالت لها: ماما تحب تشوفيه؟ وبعدين وريتها الميوزك بوكس اللي كانت لقيته،
وقالت لها لما الموسيقى بتقف روري هيظهر في المراية وراكي. فكارولين جربت لكنها ما شافتش أي حاجة، لكن إبريل أصرت تلعب مع لعبة الاستغمية. وأثناء اللعب كارولين بتدخل لغرفة سيندي، ولما طلبت من إبريل تسقف علشان تعرف مكانها اتفاجئت إن في إيدين بيسقفوا من جوه الدولاب. فكارولين فتحت الدولاب بسرعة بس ما كانش في أي حد. وبعدها على طول إبريل وصلت وقالت إنها كانت مع أندريا ونانسي، وهنا بقى الموضوع بقى مقلق. المهم عدى الليل وكلهم ناموا، والساعة وقفت تاني عند 3:07. سيندي كانت نايمة في غرفتها، وفجأة زي الليلة اللي قبلها بتحس إن في حد بيشد رجلها. ففي الأول اتهمت كريستين، لكن لما حاولت تنام تاني المرة دي الشد كان أقوى بكتير. فسيندي اتفزعت من مكانها بخوف، بصت تحت السرير وسمعوا صوت باب خشب بيتفتح ببطء وكأن في حد دخل الغرفة. وهنا بقى سيندي شافت ظل واقف ورا الباب، فبدأت تعيط وتنادي على كريستين. وفعلا كريستين راحت تبص، ولحظتها الباب اتقفل بعنف شديد وسيندي صرخت. فروجر ساعتها جه يحاول يهديها، كانوا فاكرين انها شافت كابوس، لكن سيندي قالت لهم انا مش بحلم، متأكدة اني شفته. هو شد رجلي وكمان هددني انه هيقتل عيلتي كلها. واسبوعين تقريبا عدوا بالشكل ده. وفي ليلة من الليالي كارولين كانت واقفة قدام المراية واكتشفت ان جسمها كله بقى مليان بنفس العلامات. وفجأة سمعت صوت خطوات وراها، فوقفت عند الباب وفضلت تسمع بتركيز. ومرة واحدة كل براويز الصور اللي على الحيطان بتقع في نفس اللحظة. وفي نفس الوقت سمعت صوت ضحك طفل جاي من تحت. وبعدها ساعة البيت دقت، فكارولين بتبص وبتكتشف ان باب القبو مفتوح لوحده. فشغلت النور وقربت من السلم، لكنها ما كانش عندها الجرأة تنزل. فبتقف عند أول السلم وبتصرخ أيا كان اللي تحت أنا هقفل الباب. لكن وهي بتحاول تمشي الباب بيخبط بقوة لدرجة إنها اتزحلقت وقعت على السلم. وبعدها مباشرة حد رمى كرة من ركن في القبو. وفي وسط الرعب ده سمعت صوت ضحكة خفيفة لبنت صغيرة، وساعتها النور فصل والمكان كله كان غرقان في الظلام. وهي طلعت علبة كبريت وولعت عود وبصت حواليها، لكن العود الأول طفى بسرعة. فولعت عود تاني وبدأت تخبط على الباب بكل قوتها، لكن ولا حد سامعها. كل البنات كانوا نايمين. ولحظتها أندريا صحت من النوم، وأول ما فتحت عينيها لقيت سيندي تاني بتخبط راسها في الدولاب. فراحت بسرعة وخدتها ورجعتها السرير، لكن بعدها مباشرة سمعوا صوت جاي من جوه الدولاب نفسه. وسيندي صحت فجأة وفضلت بصة لفوق، وأندريا بصتها كمان. وهنا كانت الصدمة، شافت كيان فوق الدولاب وفجأة نط عليها مرة واحدة. وفي نفس اللحظة تقريبا روجر كان راجع البيت بعد ما خلص شغله، وأول ما قرب سمع صراخات جاية من جوه، فعلى طول بيدخل وبيقدر إنه يسيطر على الموقف. لكن من بعد اللي حصل ده كارولين بدأت تدور بأي طريقة على حل، وفي الآخر عرفت طريقات ولورين وران الباحثين في الظواهر الخارقة، فبتروح على طول تقابلهم في الجامعة. وفي يومها كان آد ولورين بيتكلموا قدام الطلبة عن قضية قديمة كانت عن فلاح كندي بيتكلم فرنسي، لكن وقت ما اتلبس بدأ يتكلم لاتيني بطلاقة بشكل مستحيل. وفي مرة أثناء التلبس ظهر على بطنه صليب مقلوب، وده كان دليل واضح على وجود شيطاني. وقعد بدأ يشرح للطلبة إن تأثير القوى الخارقة بيمر بثلاث مراحل. أول مرحلة اسمها الاجتياح، ودي بيظهر فيها حاجات زي إن الأبواب بتفتح وتقفل لوحدها، أو أصوات غريبة وروايح وحشة، أو ممكن ساعات إحساس إن في حد موجود رغم إنك مش شايف أي حد. وبعد كده بقى بتيجي مرحلة القهر، وهنا الكيان بيبدأ يعذب الشخص نفسيا وجسديا. وآخر مرحلة هي التلبس، لما الكيان ده بيسيطر بالكامل على الشخص. كارولين كانت قاعدة بتسمع كل كلمة، وبعد المحاضرة قدرت توصل لهم عن طريق واحد من الطلبة، وقالت لهم إن بيتها بقى فيه مشاكل غريبة. فقعد في الأول حاول يعتذر وقال لها إنه مشغول، لكن كارولين فضلت تترجى وقالت له أنا عندي 5 بنات في البيت وكلهم مرعوبين، ممكن يحصل لهم أي حاجة في أي لحظة. قعد ساعتها حاول يمشي برضه، لكن لورين بصت في عيون كارولين وفهمت فورا إن الست دي فعلا منهارة ومش عارفة هتعمل إيه. وبإصرار من لورين وران قد بيوافق إنه يروح البيت. ولما وصل لورين خبطت على الباب، لكنها قبل ما تدخل كانت باصة برا البيت وكأنها شايفة أو حاسة بحاجة. ولورين كمان بصت لروجر بنظرة شك وقلق. وكارولين قالت لهم إنهم كلهم بقوا بيناموا مع بعض في الدور الأرضي من كتر الخوف، والجو بيكون برد جدا مع إننا بنشغل السخان بالليل، ودي حاجة غريبة. وكمان كل ليلة بنشم ريحة عفن. لورين كانت ماشية في البيت وحاسة إن في حد موجود ومش حد واحد، كانت بتبص على كل تفصيلة وكأنها بتحاول تفهم مين اللي ساكن معاهم. وروجر قال لهم كمان إن كل ليلة في طيور بتيجي عند البيت، لكن الصبح بنلاقيهم ميتين في الجنينة. وزي ما كانوا ملاحظين قبل كده كل الساعات في البيت كانت بتقف يوميا عند الساعة 3:07. فلورين طلبت إنها تشوف القبو، وأول ما نزلت هناك قفلت عينيها كأنها كانت بتحاول تلقط أي إحساس. وفجأة بدأت تسمع في ودنها صريخ وعياط ناس كتيرة. ولورين أصلا عندها قدرة خاصة بتخليها تحس بالحاجات الخارقة،
وفي الوقت ده بقى سأل كارولين على العلامات اللي على جسمها، بس هي حاولت تهون الموضوع وقالت ممكن يعني يكون عندي نقص في الحديد وهو اللي عامل كده. وبعد كده سألهم انتوا ليه ما سبتوش البيت بعد كل اللي حصل؟ فروجر قال له انا حطيت كل فلوسي في البيت ده، وكمان مين اصلا هيوافق انه يستقبل 7 اشخاص مره واحده؟ فعلشان كده ما كانش قدام اي حل غير اننا نفضل هنا. كان بيسجل كل الكلام ده، وده علشان يجمع ادله يقدر يقدمها للكنيسه، علشان بس لو احتاجوا اذن بطرد الروح. وفي نفس الوقت لورين كانت بتتكلم مع ابريل، اصغر بنت في العيله. كارولين كانت قالت لها قبل كده ان ابريل بتتكلم مع حد، فقررت تسالها. فابريل قالت ان عايزه تعرف على صاحبها، هو اسمه روري، ودايما كده زعلان وكئيب، ولو اي حد غريب دخل البيت هو بيجري وبيستخبى. فلورين قالت لها ممكن اشوفه. وقتها ابريل بتديها لعبه الميوزك بوكس، وقالت لها عاوزه تشوفيه لف المفتاح وهتشوفيه وراكي في المرايه. فبتعمل كده فعلا، وفي المرايه شافت الطفل واقف ورا الشباك، لكن اول ما لفت بسرعه البص اختفى. وبعدها لورين راحت ناحيه البركه اللي جنب البيت، وفجاه سمعت صوت وكأنه صوت حبل بيتشد من جوه. ولما لفت شافت جثه ست متعلقه على الشجره. وبعد كل اللي شافوه وجمعوه من أدلة، لورين قالوا للعيلة بوضوح البيت ده محتاج عملية طرد أرواح. فأول ما كارولين سمعت الكلام ده اتخضت جدا، وقالت لهم مش محتاجين أي حاجة منتي، احنا كده كده هنسيب البيت ونمشي. ولكن قال لها الحقيقة المرعبة، إن حتى لو سابوا البيت الكيان ده مش هيسيبهم، لأنه خلاص اتعلق بالعيلة نفسها مش بالمكان بس. وكارولين سألته بخوف هو أنتوا بتتكلموا عن مين؟ وهنا لورين بدأت تقول لهم كل اللي حسوا بيه من أول ما دخلوا البيت، وعرفوهم ان من اول لحظه كانوا حاسين بقوه ظلاميه مسيطره على المكان. والمفاجاه انهم ما حسوش بكيان واحد، ده في اكتر من كيان هنا. ولما روجر وكارولين سالوا عن الحل عرفوا ان اول خطوه لازم تكون الحصول على اذن من الكنيسه علشان يتم طرد الارواح دي. ولكن قبل الاذن لازم يجمعوا ادله كفايه. فسال روجر كمان انتوا بناتكم مؤمنين وبيروحوا الكنيسه دايما؟ فروجر قال له انهم مش مؤمنين بالحاجات دي. وبعد المقابله لورين بيرجعوا لبيتهم، وهناك بنتهم جودي كانت جدتها مديها عقدين، وواحد فيهم عليه صورة جودي مع والتاني عليه صورة جودي لوحدها. فقررت تدي أمها لورين العقد بتاعها. وفي البيت كان بيسمع التسجيل اللي سجله وهو بيتكلم مع كارولين، لكن بتحصل حاجة غريبة، صوت كارولين ما كانش موجود في التسجيل أصلا، اللي كان مسموع بس هو صوت وهنا بقى بدأ الجزء الأخطر من الحكاية يتكشف. كان بيدور في تاريخ البيت والمزرعة اللي اشتراها روجر، واكتشفوا إن البيت ده كان مبني سنة 1863، وصاحب البيت الأصلي كان راجل اسمه جادسون شيرمان، والراجل ده اتجوز ست اسمها باتشيبا. وباتشيبا دي كانت بتمارس السحر الأسود، وبعد الجواز خلفت طفل، لكن الكارثة حصلت لما الطفل كان عنده 7 أيام. جادسون بيرجع البيت بعد ما خلص شغل، فاكتشف إن باتشيبا قدمت ابنهم كقربان. وباتشيبا ساعتها عرفت إن نهايتها هتكون الإعدام، فعملت حاجة أبشع، باعت روحها للشيطان، وبعدها شنقت نفسها على شجرة جنب البركة اللي عند البيت. وقبل ما تموت بتلعن كل الأرض، ومن وقتها بقى أي حد بيجي يعيش في البيت ده بيكون فريسة ليها، وفي الآخر بيدفع حياته الثمن. والأبشع من كده إن باتشيبا انتحرت بالظبط الساعة 3:07، وعلشان كده كل الساعات في البيت كانت بتقف في نفس الميعاد ده. لكن الحكاية ما وقفتش هنا، بعد كده البيت اشتريته عيلة اسمها ووكر، وكان فيهم أم وطفل صغير، والطفل ده اسمه روري. وفي يوم روري بيضيع في الغابة، وأمه ما قدرتش إنها تستحمل الصدمة فموتت نفسها جوه البيت. وكمان كان في بنت صغيرة تانية اتقال إنها غرقت في بركة المية. وفجأة كده أثناء ما شغل على التسجيل اشتغل لوحده، لكن المرة دي كان في صوت عياط. وأول ما بصوا على الساعة لقوها 3:07 الفجر، وساعتها لورين تأكدوا إن العيلة دي في خطر حقيقي، والخطر اللي فيه كبير جدا. ومن غير أي تأخير تاني يوم الصبح بدري بيروحوا على بيت بيرون، وكان معاهم ضابط شرطة اسمه براد، وكمان واحد مساعدهم اسمه دورو. فأول ما وصلوا بدأوا يركبوا مايكات وكاميرات في كل غرفة في البيت، لأنهم كانوا محتاجين يجمعوا أدلة حقيقية واضحة. والأجهزة اللي ركبوها كانت علشان يسجلوا أي دليل ويقدموا للكنيسة علشان ياخدوا الإذن بطرد الروح. وحتى عند الشجرة القديمة اللي جنب البركة حطوا كاميرا حركة، وكمان نشروا صلبان مقدسة في كل حتة في البيت، وده كان كفاية جدا يستفز أي روح موجودة هناك. وفي الليل بقى الجو بدأ يقلب، وباب القبو ابتدى يتهز بهدوء. فمسك هو لورين المايكات ونزلوا لتحت. وأول ما دخلوا لورين حست بتقل غريب في جسمها، وكأن في حاجة ضغط عليها. وقعد فضل يقول لو في حد هنا ادينا أي إشارة. وعدى وقت طويل وما كانش في أي حاجة بتحصل، لكن أول ما كانوا طالعين باب القبو اتقفل لوحده بعنف. وتاني يوم الصبح كلهم فطروا مع بعض، والغريب إن عيلة بيرون حست بهدوء وكأن الدنيا هديت شوية، فقرروا إنهم يقعدوا كام يوم كمان. ولورين ساعتها خرجت بره تجيب الهدوم اللي كانت نشراها، لكن فجأة رياح شديدة هبت، ولحظة ما هي واقفة شافت ظل على الهدوم،
وفجأة الهدوم كلها طارت لحد شباك غرفة كارولين. فلورين بصت وشافت كيان واقف قدام الشباك، وكارولين ساعتها كانت نايمة على السرير. وفي لحظة مرعبة الكيان ده رجع دم على وش كارولين، وكارولين صرخت بقى على صوتها، والغريب إن الوحيدة اللي سمعتها كانت لورين، وجريت عليها بسرعة. ولما سألتها مالك، كارولين قالت إنها حاسة إنها عايزة ترجع من غير سبب. وفي الوقت ده روجر كان بيشكر أد على اللي بيعمله علشانهم، فأد قال له الشكر الحقيقي لورين لأنها هي اللي بتحس بكل حاجة، وده بيأثر عليها جدا. وقال له كمان إن من كام شهر كانوا شغالين في قضية تانية، ولورين شاف الكيان خلاها تتدمر نفسيا، وعلشان كده هو أصلا ما كانش عاوزها تيجي لهنا، لكنها أصرت علشان بناته. وفي الليل الظابط براد كان في المطبخ بيعمل شاي، فسمع صوت بره وخرج يشوف، لكن ما لقاش أي حاجة ورجع تاني. بس بعدها سمع صوت واحدة ست بتقول له شوفوا هي خلتني أعمل إيه، والصوت ده فضل يكرر نفس الجملة. هو كان جاي من غرفة الغسيل. فأول ما دخل فجأة ظهر قدامه كيان شبه ممرضة بتصرخ فيه بشكل مرعب. وأول ما سمع الصوت كلهم جريوا على المكان. وفي نفس الوقت سيندي بدأت تمشي وهي نايمة تاني، وفضلوا ماشيين وراها لحد ما طلعت فوق ودخلت الغرفة وقفلت عليها. ولما ظهروا راح لغرفة التسجيل، سمع في السماعات إن في صوت جوه وهو بيقول لها استخبي. فجريوا وفتحوا الباب عليها، بس كل حاجة كانت مقفولة، لكن بقى سيندي مش موجودة. فطفوا النور وبدأوا يدوروا على أثر رجلها، والآثار كانت واضحة، هي مشيت لحد الدولاب، لكن لما فتحوه بقى ما كانش في أي حد. ولما خبطوا على الحيطة الخشب اللي جوه، سمعوا صوت مختلف من حتة معينة، فعلى طول بيكسروا الجزء ده وبيلاقوا مكان سري مستخبي وموجود جوه سيندي. فلورين على طول بتدخل المكان وبتلاقي حبل، وأول ما شدته بتكتشف إنه حبل مشنقة، وساعتها الخشب بيتكسر تحتها وبتقع على طول في القبو، والكل بدأ يدور عليها بجنون. وساعتها لورين بتلاقي الميوزك بوكس وبتسمع صوت عيار ست عجوز، فشغلت اللعبة وبدأت تبص وراها بالكشاف، وسمعت نفس الجملة تاني، هي خلتني أعمل كده. فبصت في المراية وشافت ست عجوز مع سكينة بتقتل بنت صغيرة، وبعدين بصت لها هي مباشرة وراسها مايلة بشكل مرعب. لورين لفت بسرعة بس ما كانش في أي حد واختفت، وفجأة شافت رجل متدلدلين وكأن في حد مشنوق، وهنا رجعت لورا وهي مرعوبة، وبعدها جريت بكل قوتها علشان تطلع، لكن فجأة حاجة من وراها مسكت في السلسلة بتاعتها وشدتها، وبالعافية قدرت تفلت منها، لكنها سابت السلسلة بتاعتها تحت. وأول ما طلعت كانت فهمت كل حاجة وصرخت وقالت باتشيبة هدفها الأمهات، هي بتلبسهم وبتخليهم يقتلوا أطفالهم، وخلاص هي قدرت تسيطر على كارولين. فأول ما قالت كده كل الصلبان في البيت اتقلبت بالمقلوب، وفجأة خصلة من شعر نانسي اترفعت في الهواء، وقوة غير مرئية مسكتها وبترميها ناحية الشباك، وفضلت تشدها يمين وشمال بعنف، محدش قدر يوصف اللي بيحصل. وفي الآخر اضطروا يقصوا شعرها علشان يحرروها، ودارو كان بيسجل كل ده، ودلوقتي بقى عندهم دليل كفاية، فقالوا إنهم هيقدموا كل التسجيلات دي للأب جوردن. وتاني يوم الصبح مشيوا، فهم ماشيين لورين حست إن في حد بيناديها، وبالذات من ناحية البركة، فراحت تبص ولقت انعكاس بنتها جودي في المية، ولحظتها فهمت فورا باتشيبة بتهددها، لأن السلسلة اللي وقعت منها في القبو كان فيها صورة بنتها جودي، والكيانات دي دايما بتهاجم أضعف نقطة عندك. فلورين اتصلت فورا بالبيت وسألت لو جودي كويسة، ولما اتأكد إن جودي بخير حكت لها كل اللي حصل. وبعدها بقى أد ولورين بيروحوا للأب وبيشرحوا له كل حاجة بيوري الأدلة، لكن المفاجأة الأب رفض يعمل طرد الروح، والسبب إن عيلة بيرو مش مسيحيين ومش مؤمنين بالدين أصلا. لكن برغم كده أد ولورين فضلوا يترجوه وقالوا له إنهم مستنين رده. وفي نفس الليلة كان المطر نازل بغزارة، وجودي بتصحى فجأة من النوم، جدتها كانت نايمة جنبها ولورين كانت لسه بره. فجودي نادت على أهلها بس ما كانش في أي رد. الغرفة اللي فيها الحاجات القديمة كانت دايما مقفولة، لكن الغريب إنها كانت مفتوحة الليلة دي بالذات. فقربت منها ونادت على أبوها بس ما كانش في أي حد جوه، وفجأة خدت بالها من دمية أنابل ما كانتش في مكانها، وساعتها الخوف الحقيقي بدأ. جودي كانت ماشية ناحية الغرفة، لكن فجأة المكان كله بدأ يضلم واحدة واحدة، وكأن في قوة خفية بتسحب النور من حواليها، وسمعت صوت حبل وصوت جسم متعلق بيتحرك. فبتتخض وبتجري على غرفة القراية وقفلت الباب بسرعة، لكن اللي بره بدأ يخبط على الباب بعنف، وفي لحظة الصوت وقف بس الرعب الحقيقي كان جوه. الغرفة بدأت تغرق في ضلمة، ووراها مباشرة سمعت صوت كرسي بيتحرك، فلفت وراها وهنا كانت الصدمة، شافت ست قاعدة وماسكة دمية أنابل، وفجأة الدمية نفسها لفت وبصت على جودي. وفي اللحظة دي لورين وصلت البيت وبتجري عليها وبتقدر إنها تطلعها من الغرفة، وجودي قالت وهي مرعوبة أن أنابل كانت سايبة مكانها، لكن لما قد راح يشوف لقى الدمية في مكانها الطبيعي. وفي نفس الوقت روجر كان في الفندق، وبناته كلموا وقالوا له إن أمهم خرجت مع كريستين وإبريل، فهنا بيخاف جدا واتصل فورا بأد. وأول ما لورين سمعت فهمت الحقيقة، كارولين خدت بناتها علشان تقتلهم، ومن غير أي تفكير قرر يروح البيت فورا. وفي الآخر راحوا كلهم معاهم الظابط براد، لقوا البوابة مقفولة من جوه،
فالظابط اضطر يضرب عليها النار علشان يفتحها، وأول ما دخلوا سمع صوت خناق جاي من جوه القبو، وهناك شافوا كارولين بتحاول تموت إبريل بالمقص، فخدوا المقص منها بسرعة. كانوا عاوزين يطلعوها بره البيت، لكن أول ما حاولوا جسمها بدأ يطلع في حروق وفقاقيع، وكأن في حاجة رافضة تسيبها تخرج. ولورين فهمت إن لو كارولين بعدت عن البيت ممكن تموت في لحظة، وفي الوقت ده خدوا كريستين وحطوها في العربية عشان تكون في أمان. لكن المشكلة إن إبريل اختفت، فدارو بدأ يدور عليها في كل مكان، وتحت في القبو الوضع كان خارج عن السيطرة. كارولين بقت أقوى من أي حد فيهم، وفي لحظة مرعبة عدت الظابط براد في وشه، وبالعافية قدروا يربطوه على الكرسي. وكانوا بيفكروا يستنوا الأب جوردن، لكن الوقت ما كانش في صالحهم، فاد أخذ القرار الأخطر إنه يعمل طرد الروح بنفسه. وفعلا لورين جابت الإنجيل وبدأت تقرأ الآيات، وقد رش مياه مقدسة على كارولين، وكانت بتصرخ صرخات مرعبة لدرجة إن العفش كله واقع حواليهم. وبره البيت أسراب حمام اتجمعت بشكل غريب، وبدأت تقع من السما زي المطر، لكن قد ما وقفش وكمل قراءة. وفي لحظة كارولين بدأت ترجع دم، وفي نفس الوقت دارو كان لاقي إبريل تحت أرضية غرفة السفرة، وبدأ يكسر الخشب علشان يوصل لها. وفجأة كل حاجة وقفت، وكارولين سكتت تماما، وكأن مفيش حاجة بتأثر فيها. والسبب الساعة كانت بقت 3:07. وفجأة الكرسي اللي مربوط عليه كارولين بدأ يترفع في الهواء، وروجر انهار وبدأ يترجى الروح اللي جواها تسيبها. لكن كارولين ردت عليه بضحكة شيطانية، والصوت اللي طلع منها قال لهم كارولين ماتت ودوركم جاي. وفي نفس اللحظة دارو كان بيصرخ من فوق أنا لقيت إبريل. فكارولين أول ما سمعت خطفت المقص وهربت من الكرسي وجريت ناحية إبريل علشان تخلص عليها. وقعد في اللحظة دي قدر إنه يشوف الشكل الحقيقي لباتشيبا. وهنا لورين بتتدخل بسرعة، حطت إيدي على راس كارولين وبدأت تفكرها بحياتها وبذكرياتها وبحبها لبناتها. فكارولين بصت لإبريل، ومع كل كلمة بدأت ترجع لنفسها واحدة واحدة، لحد ما فجأة النور بدأ يدخل المكان، ومع أول ضوء صباح كارولين بترجع لطبيعتها، وكمان الشر اختفى. وفي نهاية الحكاية إبريل بتدي لورين السلسلة اللي كانت بنتها جودي مديها لها، والميوزك بوكس الملعون اتحط في متحف أدو لورين. ولحد هنا نكون خلصنا الجزء الخامس من السلسلة، فانتظرونا في الجزء السادس. سلام.